الامتحان كان لا يخلو من المراجعه النهائيه اللي هو جابها، سواء كانت في كل الافكار جت في الامتحان. جه 7 اسئله بنفس الارقام في امتحان الفيزياء من المراجعه النهائيه بتاعته. ركزوا عليهم جدا كده، ضمنتوا سؤالين في الامتحان. فامتحان مش بيبقى صعب ولا اي حاجه، هو بيبقى متكرر، فطبيعي جدا انك تلاقي نفسك ناسي في ليالي الامتحان. ليالي امتحان الفيزياء او ليله امتحان الفيزياء بتبقى اكتر ليله واكتر امتحان انتوا بتبقوا خايفين منه، واوريدي اكتر امتحان هتطلعوا تقولوا الوقت ما كفاش، الاسئله كتير جدا، البنات تعيط يغمى عليها، الحوار دي كلها، امتحان صعب جاي من كوكب اخر. ولكن لو سمعت الفيديو اللي هقوله لك ده وطبقت كل كلمه فيه، مش هتقولي الوقت قليل، مش هتقولي الامتحان صعب، بالعكس تيجي تقولي الامتحان سهل وعرفت تحل. بس ركز في الفيديو واعمل لي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم ليالي الامتحان الجايه. عشان ما اطولش عليكم هقول لكم اول حاجه هنتكلم في ايه في الفيديو ده. اول حاجه اقول لك ازاي تلم الفيزياء في اليومين دول. تاني حاجه اقول لك مين المستر اللي توقع اسئله السنه اللي فاتت جاي منها 7 مسائل بالظبط، بلس ان الافكار بتاعته كلها جت في الامتحان. وهقول لكم كمان ازاي تتعاملوا مع ورقه الفيزياء في الامتحان بحيث انك تطلع ما تقولش مثلا الوقت ما كانش مكفي او الاسئله صعبه كانت محتاجه وقت اكتر. لا، هحل لكم المشكله دي في الفيديو ان شاء الله. اول حاجه علشان ما تشتتش نفسك، انت تسمع المراجعه النهائيه بتاعه المستر اللي ماشي معاه من اول السنه، ايا يكن المستر ده مين، سواء كنت بتاخد معاه سنتر او كنت بتاخد معاه اونلاين، لان بكل بساطه انت معاه من اول السنه، فاوريدي لما يشرح مساله جديده او فكره جديده او اي حاجه من الحاجات دي انت تفهمها بسرعه. اهتم بالمذاكره اكتر من الحل. يعني ما حلش ليالي الامتحان، لا هتحل، بس اوريدي انت بتحل من اول السنه. دلوقتي دور المذاكره انك تفتكر كل حاجه اخدتها من اول السنه. هتجيب الكتاب الاساسي او المذكره اللي بذاكر منها وتمر بعينيك على كل المنهج، كل حاجه حرفيا ما تسيبش فتفوته غير وانت قارئها ليله الامتحان. ذاكر الشابتر وبعدين اسمع المراجعة النهائية وبعدين حل عليه. ما تجيش تفتح مثلا الشابتر الأول وتروح تفتح المراجعة النهائية بتاعته وتسمعها وبعدين تحل وخلاص أنا كده خلصت الدنيا. لا، أنت في اوريدي الماستر ما قالش كل حاجة اللي في المراجعة النهائية في الفصل الأول، حتى لو تهيألك إنه قال كل حاجة وما سابش أي حاجة في الدنيا، هو اوريدي مسقط كلمة مسقط حاجة، ممكن الحاجة اللي هو ما قالهاش دي تيجي في الامتحان. فأنت لازم تمر بعينك مرور الكرام على الشابتر كله وبعدين تسمع المراجعة النهائية وتحل. طبيعي جدا انك تلاقي نفسك ناسي في ليالي الامتحان، ومش جزء صغير كمان، انت تبقى اوريدي ناسي جزء كبير او حاجه وبتبقى شايف اللي هو انا ازاي ناسي ده، انا في ليالي الامتحان وفي حاجات اصلا انت كاتبها بخط ايدك ومش فاكر انك شفتها قبل كده او الحاجات دي كلها. عادي يا جماعه، احنا في ليالي الامتحان هنذاكرها هنقراها تاني هنفتكرها. وعايزه اقول لكم حاجه، في اللجنه والله تركيزنا بيبقى عالي جدا وبنفتكر كل حاجه. يعني حتى لو لقيت نفسك ناسي دلوقتي، انت بكره في اللجنه ان شاء الله هتلاقيك فاكر كل حاجه، ما تقلقش. اقرأ الأسئلة اللي كنت حللها ما تحلهاش تاني، اقرأها بعينك بس عشان ما تاخدش وقت أو أي حاجة. انت لو في سؤال مثلا معلم عليه بهايلايت أو حاجة، ده اللي جرب تحله، غير كده ما تحلش، اقرأهم وبس، لأن انت لسه هتذاكر ولسه هتسمع مراجعة نهائية. من أول الفيديو وأنا قاعدة أقول لك ذاكر ذاكر، اسمع مراجعة نهائية، الأسئلة اللي حلتها ما تحلهاش تاني، ما جبت سيرة الحل. دلوقتي بقى أقول لك تحل ايه ليالي الامتحان. هتحل الامتحانات بتاعة الفيزياء بتاعة آخر 3 سنين اللي هم في النظام الجديد، هتحل الدور الأول والدور التاني. لو الحماس واخدك وعايز تحل كمان، حاول تحل كمان شامل 1 أو 2 بالكتير قوي. ولكن امتحان الفيزياء يا جماعه والله متوقع وبيجي متكرر كل سنه. ال3 سنين اللي فاتوا في الامتحان الدور الاول والتاني هم بيتكرروا، الافكار هي مثلا كيرشوف الليزر بيجي كل سنه بنفس الفكره. ركزوا عليهم جدا كده، ضمنتوا سؤالين في الامتحان. فركزوا جدا على امتحانات ال3 سنين اللي فاتوا الدور الاول والتاني. جمع كل الاجزاء اللي انت شايف انك ضعيف فيها او مش بتعرف تحل فيها كويس وحل عليها كتير جدا، طبعا جنب المراجعات النهائيه اللي بتسمعها المستر بتاعك. عندك بقى في الفيزياء كهربيه وحديثه. الحديثه سهله جدا بتتلم بسرعه، اغلبها نظري، انت هتجمع كل النظر اللي فيها وتحاول تفهمه، ما تحفظوش، افهمه، واسئلته في الامتحان بتبقى بسيطه وسهله جدا. نيجي بقى لجزء الكهربيه اللي عامل مشكله. الباب التاني والتالت في الكهربيه مهم جدا جدا جدا، ركز عليه اكبر درجات في الامتحان. بيجي لك السؤال في الاجهزه او سؤالين في الاجهزه مش سهلين، فلازم تركز عليهم جدا. الباب الثالث المحول والدينامو لا يخلو الامتحان منهم، وعليه اسئله كتير سواء كانت نظري او مسائل او كده، ركز عليهم جدا وحاول تبدا بيهم اصلا في الامتحان عشان بيبقى عليهم درجات كتير. دلوقتي بقى عايزه اقول لكم المستر اللي حرفيا والله العظيم يا جماعه الامتحان كان لا يخلو من المراجعه النهائيه اللي هو جابها، سواء كانت في كل الافكار جت في الامتحان. جه 7 اسئله بنفس الارقام في امتحان الفيزياء من المراجعه النهائيه بتاعته. مستر عبد المعبود، المستر ده انت لازم تشوف المراجعه النهائيه بتاعته السنه دي، مهمه جدا جدا جدا، بس طبعا بعد المراجعه النهائيه بتاعه المستر اللي بتاخد معاه من اول السنه زي ما قلت لكم في اول فيديو. بس اوعوا ما تشوفوش المراجعه النهائيه بتاعته. لازم تفضوا وقت كده من حياتكم اليومين دول تسمعوا مراجعه نهائيه تانية وتروحوا تسمعوا مراجعه مستر عبد المعبود. اسئلته متوقعه جدا وبتيجي من فيها الامتحان.
مش هقول لكم تاني بقى. دلوقتي بقى جينا لاهم جزء في الفيديو كله، وهو ازاي اتعامل مع ورقه الامتحان بتاعه الفيزياء جوه اللجنه. 3 حاجات اساسيه لازم تدخل اللجنه بيهم: ساعه، قلم رصاص، آلة حاسبه. الآلة الحاسبة حل بيها كل الأسئلة اللي في الامتحان، حتى لو سؤال سهل جدا، لو 1+1 ما تضمنش نفسك، حله بالآلة الحاسبة في الامتحان. أرجوك تعالى على نفسك وحله بالآلة الحاسبة. كل الأسئلة اللي في الامتحان حلها بالخطوات، ما بلاش بقى جو جبتها بدماغي، جبتها وهي طايرة، الكلام ده كله، لأن ده هيساعدك في الآخر خالص وانت بتراجع. مثلا السؤال التاني كنت مختار التشوز التالت، فانت مثلا نسيت كنت مختاره ليه، انت اوريدي كاتب الخطوات، هتبص عليه هتعرف اللي تتأكد انت حال صح ولا غلط. اللي ما تعرفوش سيبه للاخر، مثلا سؤال خد منك 5 دقايق سيبه وحله في الاخر وما توترش نفسك. الامتحان بيجي كله يتحل ما عدا مثلا 7 8 10 اسئله، دول اللي ما يتحلوش سيبهم للاخر خالص، وهتبقى سهله بالنسبه لك لما تيجي تحلهم تاني، لان انت وقفت عليهم وكنتش عارف تحلهم، فهتبقى بتشوفهم للمره التانية، فاوريدي هتعرف تحلهم ان شاء الله، ومش هياخدوا وقت في الاخر. الاسئله اللي ما تعرفهاش ابقى علم عليها. وبالنسبة للأسئلة درجتين بتبقى في الآخر لوحدها كده، ومكتوب فوق الأسئلة من فوق هذه الأسئلة كلها بدرجتين أو حاجة، فبتبقى أسئلة ورا بعض، فما تقلقش، كل الأسئلة بتحلها في الأول هي بدرجة واحدة. حاول تحل الأسئلة المقالي بالرصاص قبل نص الوقت، حتى لو تحل غلط أو مش عارف حل اكتب أي كلام كده وخلاص في المقالي، بالتالي لأن أول ما نص الوقت هيجي المراقب المقالي حل المقالي، اوعى تنسوا المقالي. حليت يا ابني المقالي، حل المقالي. هيزهقك اقسم بالله، بالمقالي هيصدعك، فهو لو جالك قالك ما حلتش المقالي ومطلع له الورقه قول له حليت المقالي اهو، هو مش عارف انت حليت صح ولا غلط، بس قدامه كلام مكتوب، قول له ابقى اكتبه بالجف بس وخلاص، عشان تفكك من المشكله دي. دلوقتي خلاص وصلنا لنهايه الفيديو، قلت لك تسمع مين، تراجع مع مين، تذاكر ازاي، اهم الافكار، تتعامل ازاي مع ورقه الامتحان. تقريبا جاوبت لك على اغلب الاسئله اللي المفروض تسمعها. لو عندك اي سؤال اكتبلي في الكومنتات، وان شاء الله هرد عليكم قبل الامتحان. سلام.